أقبل الشهر وفي القلب ضياء، يا سعد من لبى نداء السماء. رمضان يا نفحة الإيمان في دنيانا، يا بلسما للقلب يا نبع الصفاء. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رمضان ليس مجرد شهر، بل فرصة للتوبة، فرصة للقرب من الله، فرصة لنبدأ من جديد. قد يكون هذا آخر رمضان لنا، فلنغتنمه. كم من رمضان مر علينا، وكم مرة وعدنا أنفسنا بالتغيير، لكن تمر الأيام ونعود كما كنا. فهل سيكون رمضان هذا مختلفا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. فهل نصوم بقلوب يقظة؟ لا مجرد عادة. رمضان ليس فقط صياما عن الطعام، لكنه صيام عن الغفلة، عن المعاصي، عن التقصير. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهل نهجره؟ هل نهجر كلام الله؟ قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. وهو شهر الدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للصائم عند فطره دعوة لا ترد. رواه ابن ماجه. فهل سندعو؟ اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن. اللهم اكتبنا فيه من القانتين والصابرين والمستغفرين واعتق فيه رقابنا من النار. لا نعلم إن كنا سنعيش لرمضان القادم، فلنجعل هذا الشهر نقطة تحول لنخرج منه بقلب أنقى وروح أقرب إلى الله. رمضان عطر قد أتى لقلوبنا، فلنملأه بحبنا والصفاء. إن الصيام عبادة وسكينة، وهو السبيل إلى عظيم جزاء.